عاوز يعدي السفن سلم لي على البتنجان. كله عمال يقول الرئيس السيسي ساكت، الرئيس السيسي ساكت، الرئيس السيسي ما بيردش. لا يا جماعه، الرئيس السيسي مش ساكت والله. والله العظيم ما هو ساكت. الراجل ده كان عارف ايه اللي هيحصل من اول ما مسك الرئاسه يا جماعه. عارف ايه اللي هيحصل ازاي وايه الدليل. الدليل ان هو سلح الجيش، الدليل ان هو قوى الجيش، الدليل ان هو خلى لنا مكانه في الشرق الاوسط وخلى لنا مكانه في العالم كله. طب احنا نستفاد ايه؟ نستفاد ان دولتنا بقت قويه. احنا نحمد ربنا ان احنا ما بقيناش زي اي دوله من الدول اللي مليانه ارهاب، اللي تبقى في بيتك وخايف احسن الباب يخبط عليك ويدخل شويه بلطجيه متسولين حراميه ينهشوا في لحم بيتك، وينهشوا في بيتك وياخدوا اموالك ويعملوا اللي ما تتخيلوش كله. الراجل ده عايشنا في سلام. خلي بالك الرئيس السيسي لو نزل انتخابات تاني انا هنتخبه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. الراجل ده لو مش قوي كانوا زمانهم دخلوا لنا. وانت فاهم انا بتكلم عن مين، وانت فاهم مين اللي يقصدنا ومين عاوز يدخل دولتنا وعاوز ياخدها. احنا لازم نتحد بقى. سيبكم من اي كلام بيتقال بقى، سيبكم من اي كلام بيتقال على القنوات الخارجيه، القنوات اللي ما بيكرهونا، اللي ما بيحبوناش، اللي بيقبضوا علينا. سيبكم من كل ده. احنا لازم نتحد. تحيا مصر. احنا لازم نتحد ونبقى ايد واحده. ما بقناش ايد واحده قسما بالله هياكلونا وهيدخلوا لنا هنا، وهنبقى زي الدول اللي اتقسمت بالثلاث رؤساء في الدولة واتقسمت نصين وبقى فيها بلطجية وحرامية ومتشردين ومتسولين من ايه؟ عشان ما فيش امن، عشان الجيش بتاعهم ما بقاش قوي. بس احنا الحمد لله الراجل ده قوى جيشنا. الراجل ده مش وحش يا جماعة قسما بالله. الحمد لله ان احنا عايشين في امان وامن وامان. الحمد لله ان ابن ولا ابنك ولا بنت ولا بنتك ولا ام ولا امك بتخرج كده وترجع في سلام، ما تبقاش معرضة للخطر. احمدوا ربنا. الراجل ده كويس يا جماعة. وقفوا جنبه. والله العظيم احنا لو اتحدنا وبين ايد واحده قسما بالله لنبقى سياد العالم. السلام عليكم.